حبايبي شفتوني وانا فوق عاملين ايه؟ انا من فوق احلى ولا من تحت احلى؟ حبايب قلبي عاملين ايه؟ والنبي خلي بالكم مني، انا حاسه ان انا هقع انكسر دلوقتي. خلي بالكم، هجيب القتيل اللي فوق هنا اهو. بالراحة يا أمي. طب انا عايزه اجيب احدفه على السرير. احتفي على السرير. أحب أقع على دماغي. أنت محسساني يعني إن السرير قوي أوي. والنبي استنى. ادي واحد. استنى. ادي ده في الشال والخمار. استنى بس اصبر. يلا بالراحة صلي الله. اختي ارمي فين ده؟ ارمي على السرير. يلا انطلقي. استني يا طيب. استني. يا لهوي. بس كده؟ لا في تاني. انطلقوا على تعالي يلا قربي. تعالي يا اختي تعالي. روح يا امي. بس كده الشنطه ايه لسه؟ يا لهوي في تاني. انا هجيب كل اللي فوق، اصبروا بس. اطلع جوه. اصبروا اصبر يلا. يا حمل ده احنا التنظيف ليلتنا هتبقى بيت. شايفيني ايه ده انا بقى؟ ها. في كل ده. ما عارفه. ده هي اكتر المذاكره. احنا هنشوف بقى الحاجات اللي تنفع والحاجات اللي ما تنفعش انا عايزه اطلع على السلم درجه كمان بس خايفه. لا خليكي كده يا هو. خليكي كده يا ما أمي. تزعقيش يا ماما، صوتك واطي شويه. طب خليكي كده. ما عشان اجيب الشنطه ده اهي. طب لا كفايه قوي كده. يا رب سترك معايا. يا رب سترك معايا. بالنمبر. ما تخليش السلم يتهز. استني، ما تخليش السلم يتهز. مش بتعمل بيه انا عايزه ارمي درب دي ازاي؟ ارمي على دماغك. خلوا السلم، خليكم ماسكين السلم. ارمي انا. بالراحه. يا ساتر استر. في حاجات هناك عايزه اروح كفايه والله كفايه. في حاجات هناك اللي هناك ده عايزه اروح اجيبها رخر. انت بتسدي يا ماما. الحمد لله نزلت من فوق الدولاب والمهمه تمت بحمد الله. كان قلبي يقع في رجلي. عايزين بقى نظبط الهدوم بقى الشتوي ونطلع ان هنشيل الصيف تاني. هطلع يارا الاول تنضف فوق الدولاب والدرس. هشعلقها فوق الدولاب فوق، تنضف لي فوق الدولاب بس لما تيجي من الدرس بقى مش دلوقتي. وهعمل ايه اللهم صل على النبي بقى، واحط الشتوي في الدولاب ولان هم بيزنوا عليا دماغ قد كده اهو. ماشي. وارجع بقى انضف فوق الدولاب اخليها تنضف واشيل بقى الصيف مكانه. تمام كده. انا عاوزه اغير عشان اروح الدرس. يلا بقى لو لسه بقى ما نويتيش المهمه دي نويها، مهمه كل صيف يا حبيبتي، كل صيف وكل فصل يعني. هنشوف بقى اللبس دوت كبير على قدك صح؟ هاتي ده اللي انا هلبسه. ماشي بس هاتي بس نحط الحاجات اللي ايه اللي احنا هنحطها في الدولاب. يا لهوي ده صغير. الحقي. صغير لا على قدك. او ماي جاد. لا انا عاوزه البس ده. ودي انت ما تلبسهاش خالص. لا او ماي جاد. ماشي. يا ابني ده صيف ده. وده بتاع زياد بتاعك انت ده يا زياد اهو. ده جديد، ده كان جديد. ده الام سي ده انا فيه هلبس ده كان جديد اللي كان خالك جايبه لك ده. خد عينهون. ودوت يارا البلوزه دي برضو يعني. خد اللبس اللي يجي على قدك اهو خليه. هاتي بس اللبس اللي يجي على قدك كده خلينا اهو دلوقتي عشان نشوف اللبس اللي هو الصغير ما يجيش على قدك. بس ده وحش. ده شوف انت كنت مبوظه، معرفش مبوظه ابويا ولا ايه. بصوا لا بص انا رايحه زاد في اللبس مش عايزه اقول لكم. بصوا مخلي البنطلون عامل ازاي. البويه دي لها حل بتطلع مش عارفه. بصوا البنطلون متبهدل خالص. بصوا البنطلون عامل ازاي. معرفش زاد ابني كان شغال باين صنايعي مع حد ولا ايه مش عارفه، مبوظ البنطلون خالص. اللهم بارك. شايفه بقى الحاجات دي كلها تيجي على قدك والله يا ابني. حاسه ان اللبس كله هيبقى صغير. لا دي صغيره. لا ده صغير لا دي اكيد. صغيره دي. دي كنت بلبسها تحت الهدوم السنه اللي فاتت. ودي زياده على قدك. مفيش هدوم ليا. ايوه دي اكيد يعني. استنى عشان انا كنت حاطه الهدوم دي لوحدها ودي لوحدها. يا فكره الله. وده هتبقى على قدك مش عارفه لا اكيد يا امي. لا الجاكيت ده صغير. ايوه ده السنه اللي فاتت ما كانش بيجي على قد. صغير. الصيف اللي فات. الشتاء اللي فات قصدي. لا ممكن يجي على قدك ما يجيش. لا جاكيت البامب هو اللي هيك. ما تلبسي البومب بقى روحي
المدرسة. روحي بالمدرسه عشان تركزي، بس يعني مش دلوقتي، لما الجو يعمل شويه. تعجيش ربع سنة عندي. انت مقطعه ومخليه مزفف. بصوا البنطلون بتاع العيال زي ابني، لو دورت ما تلاقيش عندي حاجه سليمه خالص. بصوا شبه كان بينتقم من البلاطيل ولا ايه. وده برضه متقطع قطعه من على الامبوله من ورا. بصوا حتى الكيك بصوا عامله ازاي، بس حلو يجي على قدك اهو. بصي يا أمي. جميله عليك. بصوا ايه رايكم يا جماعه؟ ايه رايكم؟ ده خالي جايبه لي يا جماعة. دي كان خالها جايبها لها السنه اللي فاتت، بس ما لبستهاش، كان جايبها لها وكنا في اخر الشتاء، يعني كان الجو ايه بدأ داخل على صيف، فعندها لها بقى نفعتها السنه دي. ربنا يخليك ليها يا اخويا يا بردينا يا رب. أكاديمية. بس أكيد هتيجي. ودي صغرت خالص يا يارا. لا دي صغيرة. انت صغير لا يا أمي دي هتيجي أكيد. لا الهدوم كلها صغرت على العيال. دي مش هرمية. ده عيال عايزين ميزانيه عشان اجيب لهم هدوم. لا دي مش هرمية مستحيل. دي اللي كنت بحبها أوي. دي مش هشحطها مستحيل. طب اقفلي. بصوا يا جماعه هنقفل بقى دلوقتي على ما ننظم الدولاب واشيل الحاجه وهرجع لكم تاني. يلا اقفلي. بصوا بقى يا حبايب قلبي، انا هفضي بقى الهدوم الصيفي دي كلها دلوقتي. استعنا على الشقه بالله. يلا يا حبيبه قلب اختك انت وهي، لو لسه يا اختي ما عملتيش المهمه دي قومي يا اختي اعمليها، من هم وراكي مين هيعملوا غيرك؟ يلا يا اختي دول الهدوم الصيفي بقى. بصوا العيال قلبين الدولاب ازاي مش عايزه اقول لكم. برضو هنزل الهدوم بتاع الصيفي دي كلها وافرزها واشوف برضو ايه اللي هيخلي العيال عنهولهم، واشوف ايه اللي ايه يتشحت واشوف هعمل ايه دلوقتي. هنزل بقى الهدوم الصيفي اعبيها ونجيب بقى الشتوي ونرصها هنا. وعندي بقى هدوم كتير بصراحه، طلعت هدوم الشتوي بتاعت العيال كلها تقريبا طلعت صغيره، فانا بقى عايزه اشوف ايه حد كده هو غلبانه ادوم له بصراحه هدوم كتير والله، لان بقى لي كام سنه بحوش الهدوم الشتوي على بعضها ومركنه هدوم كتير ماشي. فهنشوف بقى نتصرف فيهم ان شاء الله، ونحط الهدوم اللي لها لازمه على ما ربنا يسهلها كده ويفرجها، واجيب للعيال كل واحد ترنجين 3 السنه دي ولا حاجه يقضي فيهم يعني. على خير هفضل الهدوم ده يتعبيها بقى ان شاء الله، واجيب الهدوم الشتوي وارصها. شايفين المنظر اللي انا فيه؟ شايفين؟ حاسه ان انا قاعده في سوق الكانتو. حاسه ان انا قاعده في سوق التلات. يلا الحته بجنيه، الحته بجنيه. ياني يابا. بصوا الهدوم دي كلها بقى فيها حاجات كتير احطها للعيال في الدولاب، وفيها حاجات كتير صراحه يعني ايه مش هتنفعهم خالص، هتبقى صغيره عليهم. فانا هشوف اللي هيلزمهم اخليه، واللي ما يلزمهمش يا جماعه برضو ايه يعني اديه لحد غلبان يكون مستاهل ولا حاجه. فاهمين قصدي؟ لان والله فيها حاجات جديده خالص، بس مش هتيجي على قدهم. يعني ترنج زي دوت جديد اهوت. بصوا جديد والله ما فيهوش قطع ولا في اي حاجه اهو. مش هيجي على قد الزدن صغير. هشوف بس الحاجات اللي يعني مثلا اللي هتيجي على قدهم خليها، والحاجات اللي ما تجيش على قدهم نشوف لها صرفه بقى. انا بصراحه بقالي يعني كام سنه ما جبت لهمش لبس، لان الظروف كانت بتبقى معايا وحشه، فكنت بقضي باللي عندهم وكنتش بجيب لهم لبس. فدلوقتي بقى اصبح ان اللبس كله صغر عليهم والله. زاد ابني ما بيخلي حاجه على حالها. بصوا البناطيل لازم يقطع بناطيله، سواء من عند الحجر من لعب الكوره، يقطع البناطيل بتاعته من لعب الكوره. يعني ما بلاقيش عنده اي بنطلون سليم خالص. هيبقى عندي هدوم كتيره والله. بصوا هيبقى عندي هدوم كتيره صراحه عايزه تتشحت. فهشوف بقى اي حد يعني كده هو يستاهلهم ياخدهم. لا دوت هيبقى حلو، هيبقى على قده ده. انا هطلع لهم حاجات بسيطه خالص. هو الشتا عمره قصير ولا حاجه، بس لازمهم برضو ولا بد اجيب لهم كل واحد ترنجين 3 كده، عشان خاطر طبعا بيروحوا الدروس والكلام ده. البلوزه دي جديده خالص، يارا بنتي ما لبستهاش قبل كده خالص اهي. بصوا بورقتها كان خالها جايبها لها من السعوديه، فكانت السنه اللي فاتت بقى كان جايبها في اخر الشتاء، فكانت يعني الجو دخل على صيف بقى. هشيل لها الورقه دي خالص اهي. مش عارفه اما اجيب مقص بقى بقصها بيه، اجيب مقص اقصها بيه. والحاجات دي كلها
شفتوا الحاجات دي بتتلبس تحت الهدوم، دي كانت بتاعه زياد، فانا خليتهم ليارا لانهم هما تحت الهدوم ما بيبانوش. فاصبح بقى زياد ابني هو اللي عايز حاجات داخليه برضه، ما عندوش حاجات داخليه خالص. ان شاء الله بس ربنا يسهل كده اهوت تبقى اجيب له ان شاء الله. ادعوا لي بس كده ربنا يفرجها وربنا يكرمني ولا حاجه كده اهوت وراح اجيب لهم شويه هدوم داخليه وكم ترنج كده ولا حاجه يغيروا فيها. ربنا موجود. بصوا والنبي بتاعت بيبي صغنن، بصوا بتاعت زياد ويرا هم صغننين. بصوا بحب انا الهدوم الصغننه دي قوي قوي. يا اختي كميله يا اختي كميله، خلاص بقى ما عادش. اهي دي برضو حاسه كده انها تبقى صغيره على يارا، مع انها جميله. دي كنت جايباها لها في شبكه خالتها، في شبكه هناء اختي كنت جايباها لها فيها. شبكه هناء اختي كانت من 2 سنين، ما هناء اختي اتخطبت سنه واتجوزت سنه، يعني قعدت سنه مخطوبه وقعدت سنه متجوزه، فانا كنت جايبه لها دي في الخطوبه. بس حاسه انها تبقى صغيره، بس مستخسراها قوي والله، مستخسراها بصراحه. يعني مستخسره ان هي تتشحت وهي جميله كده. هشوف هيسهلها كده، لو جت على قدها جت، ما جاتش بقى خلاص. وده برضو كنت جايبه له ده في الشبكه برضو، لان الشبكه كانت في الشتاء، فكنت جايبه له ده في الشبكه برضو. الجاكيت ده من جوه متبطن وجميل. بصوا من جوه اهو، كنت جايبه له على بنطلون جينز. بصوا مخرمه برضو. يا غلبي منك يا ابني. بصوا الخر اهو، بصوا الخر اهو. كل الهدوم بتاعته كده والله، كل هدوم مقطعها ومخليها. يعني بصوا مش عايزه اقول لكم ما تنفعش ببصل. حول الله يا رب. هنظم بقى الهدوم دي كلها، لان ده جبل الهدوم. لو قعدت انظم معاكم الهدوم دي كلها اقعد 3 سنين اوضب فيه. فانا هنظم بقى، اشوف اللي يتعان واشوف اللي هحطه في الدولاب احطه، وارجع لكم بقى تاني لما اخلص. عندك ماشي. واخيرا حبايب قلبي تمت بحمد الله. روقت العيال الدولاب كده، حاطط لهم الشتوى اهو زي ما انتم شايفين اهو الحمد لله. الهدوم اللي تحت ديت بتاعت زياد، والهدوم اللي فوق دي بتاعت يارا، ودي الحاجات اللي فوق دي جواكت بقى، الجواكت بتاعته اهي زي ما انتم شايفين كده والحمد لله. ومقلب الهدوم ده كله بقى خلاص، ده مش نافعهم بقى. هشيل هدوم الصيف عينها، والهدوم بقى الشتوى الصغيره كلها عليهم هلمهم في بقجه كده لوحدهم، واشوفهم بقى ايه. ده هدوم الصغيره اكتر من هدوم الشتوي. هدوم طالعه هدوم ياما قوي. يلا ربنا المعين بقى. الحمد لله تمت المعركه وانتهت المهمه والحمد لله. لميت بقى كل الهدوم الشتوي، طبقتها في الدولاب زي ما انتوا شفتوا كده، وروقتها ونظمت الدنيا. كل الهدوم دي هتتشحت ما عدا الشوكولاته دي. بصوا بقى، انا دي في الهدوم الصيفي هشيلها دلوقتي، هخلي يارا تطلع لي فوق الدولاب وتنضف لي يارا بتبرق، اخليها تنضف لي فوق ظهر الدولاب وتكنسه وتنضفه كده وتخليه فله شمعه منوره. بنت حبيبه قلبي يا ناسي، قلبي يا ناسي. هخليها تطلع فوق الدولاب بقى، تخليه فله شمعه منوره كده. واشيل بقى الهدوم الصيفي، هخليها تشيل الهدوم الصيفي تحطها لي فوق الدولاب، واخليها بقى ايه. والهدوم بقى اللي الصغيره اللي عايزه اللي انا يعني هوزعها وكده، هخليهم في جنب في قلب شنطه نضيفه كده، واخليهم في جنب لحد اما ابقى اوزعهم. شايفين بقى، شايفين ايه ده يا ولاد؟ ايه ده سوق التلات؟ ايه ده كله ده؟ لا اله الا الله. يلا حبايب قلبي، اشوفكم في فيديو جديد مع الف سلام. قولهم باي يا يارا، قولهم باي. باي. انا حاسه ان احنا قاعدين في سوق التلات. يلا حبايب قلبي، باي باي باي. مع الف سلامه حبايبي.